السلام عليكم. دايما كان في معايا سؤال دايما بيراودني ومضايقني وما لاقولوش اجابه، رغم ان اجابته بسيطه وواضحه وظاهره ظهور العيان زي ما بيقولوا كده. السؤال هو ليه دايما في مننا كعرب وكمسلمين بيتعاطف مع قتله؟ مثلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمام؟ الراجل ده وهو وجيشه ايديهم ملوثه بدماء الاف من الابرياء السوريين وغيرهم، بعيدا عن المسلمين الشيشان، تمام؟ ليه لما دخل الحرب مع اوكرانيا الناس متعاطفه معاه وشايفاه ان هو بطل، رغم انه لا يمت لنا باي صله، تمام؟ ولا يجمع، يعني الراجل ده اساسا المفروض احنا دمه يلزمنا. سؤال غريب جوي. لكن مع الاسف الاجابه واضحه. تعاطف العرب والمسلمين مع ناس زي دي قتله، تمام؟ الا انهم بيشوفوا فيهم اللي هم نفسهم يشوفوه في قاده بلادهم. احنا هنا بنفتقد القياده في الدول العربيه بوجه العموم والدول الإسلامية إلا من رحم ربي، بنفتقد القيادة. نفسنا نشوفه قائد ند يقف للغرب، يقف للأمريكان، يقف للصهاينة راس براس، تمام؟ لكن مع الأسف النماذج دي مش موجودة أو مش مسموح لها تظهر أو توصل لمركز سلطة، فلذلك بيحصل تعاطف لا إرادي مع واحد مثلا زي فلاديمير بوتين، لمجرد ان هو بيحب بلده ومصر ان بلده تبقى احسن حاجه واكبر حاجه، ولمجرد ان هو واقف ند للامريكان للغرب. الراجل واقف مش في، يعني واقف في وش قوة عظمى الولايات المتحدة الأمريكية، واقف في وش قارة عملاقة اسمها أوروبا والاتحاد الأوروبي والناتو. لو مش واقفوا بس ومثبت وجوده وبيديهم على راسهم. ده سر التعاطف، إن إحنا بنفتقد النوعية دي في مجتمعاتنا. إحنا طلعنا ما بنشوفش غير الانحناء، الانبطاح، تمام؟ بص كده، طاعة الأوامر الغربية بدون نقاش، لمجرد ان احنا عايزين نحافظ على كرسي او على منصب. لا اخفيكم ان موقف الامير محمد بن سلمان امبارح وطريقه استقبال الرئيس الامريكي بصراحه ربنا عجبتني، والله خالصه لوجه الله، فعلا عجبتني. وحسيت لوهله ان الناس دي فعلا اهون مما نتخيل، تمام؟ طريقه استقباله بالبروتوكول السلس، لا الملك سلمان استقبله ولا ولي العهد الامير محمد بن سلمان استقبله، لا خالص. حاكم مكه تقريبا لو ما خانتنيش الذاكره يعني، تمام؟ وبطريقه مهينه وطريقه السلام، تمام؟ واجمل لقطه واحلى لقطه عجبتني برضو، هم بيخرجوا الصحفيين بعد التصوير، فصحفيه امريكيه بتقول لبايدن، بتقول له هل لا زالت المملكه العربيه السعوديه منبوذه، زي ما كان بيقول في حمله انتخابيه ان نجعلهم اكثر نبوذا ونجعلهم منبوذين و تمام؟ عجبتني النديه وعجبني ما قدرش اخفيكم، والله عجبتني جدا. وقد ايه يعني، قد ايه الواحد فرح ان في، رغم ان الموقف ما يعتبرش الكبير او العملاق، لكن ان احنا مفتقدين اي شيء عجبتني. اختلف او اتفق مع ولي العهد محمد بن سلمان، مع الملك سلمان، الا ان الموقف والله يحسب له. اتمنى ان المملكه ما تتمداش في الكلام ده قوي، ما تكملش في الطريقه دي قوي، لان الامريكان قوة عظمى وليسوا هينين، تمام؟ واساليبهم قذره واقذر مما نتصور ونتخيل. اما احنا المواقف اللي انا بقول لكم عليها ان احنا مفتقدينها دي ومش لاقيينها في مجتمعاتنا، ونفسنا نشوف قادتنا بالطريقه دي. تاريخنا الاسلامي بيعج بحاجات زي كده، اقسم لكم بالله، يعني محتاج سنين تدرس عشان تقدر تلم مواقف شبيهه زي كده. ولكن هذكر لك حاجه بسيطه، مثلا موقف الخليفه الراحل رحمه الله عليه هارون الرشيد ونقفور، لما بعت له رساله وقال له من امير المؤمنين هارون الرشيد الى نقفور كلب الروم، لقد قرات رسالتك يا ابن الكافره، والجواب مما تسمع لا مما ترى. الجواب مما ترى لا مما تسمع. ما يعني حاجه فوق الوصف. متخيلين حجم العزه اللي كان فيها المسلمين والعرب بوجه العموم، تمام؟ ما الرد اللي بعته معاويه لهرقل ملك الروم لما بعت له وقال له احنا شايفينك انت احق بالخلافه من علي، فرد عليه قال له لما تعلن باحك؟ اخوان تشاجروا ان لم تخرس سارسل اليك جيشا اوله عندك واخره عندي، ياتوني براسك اقدمها بين قدمي علي. احنا تاريخنا الاسلامي تحديدا يعج بهذه المواقف وبالعزه، وما جرش علينا الزمن غير اخر 100 سنه يعني بس، تمام؟
اما بالنسبه للموقف المملكه العربيه السعوديه، اتمنى والله العظيم اقسمكم بالله، دي وجهه نظري يعني، ما تكملش بالطريقه دي، وبرضه ما يرجعش الامر لشكل انبطاح او استنزاف. المملكه الامريكان مش بيديروا دوله ولا اثنين ولا ثلاثه، مع الاسف الشديد هم بيديروا كوكب كامل تحت ايدهم، واساليبهم قذره. واي شيء يخص مثلا حاجه زي ايران كرت في ايد الامريكان، ووسيله 10/10 للضغط على المملكه العربيه السعوديه واستنزاف ثرواتها واجبارها على شراء السلاح الامريكي بصفقات ملياريه. اجربها الصفقات اللي ابرمتها المملكه العربيه السعوديه فين؟ في عهد ترامب، وكانت صفقه خياليه يعني، تقريبا 400 مليار دولار، حاجه لا توصف. تمام. عمر الامريكان ما يرضوا يفرطوا في ايران لانها وسيله ضغط 10/10. تمام. تاني حاجه، انا ما برتاحش لاي جيش عربي او اي جيش مسلم يدخل حرب وهو كل السلاح اللي عنده مشتريه. انت ممكن السلاح اللي انت مشتريه في 20 سنه ما يسعفكش شهر حرب. انا بكلمكم جد يعني. تاني حاجه، لنا في اللي حدث في اليمن عبره برضه. المملكه العربيه السعوديه تدخلت عسكريا في 2014 في اليمن، وده ما بيجيلوش نتيجه، لان في حد كبير من فوق قرر ان الحرب دي ما تنهاش المملكه العربيه السعوديه لحسابها. تمام. ويضمن شراء المملكه العربيه السعوديه شراء اسلحته وضمان شغل مصانعه هم الامريكان. فلك ان تتخيل ان الامريكان عمرهم ما كانوا هيسمحوا للمملكه انها تحسم الحرب في اليمن. دي واحده. تاني واحده، اسوأ ما في الامر ان اسرائيل اللي كانت العدو الاساسي والرئيسي لينا، تمام، اصبحت بره المعادله وتم استبداله بعدو وهمي اسمه ايران. تمام. المملكه العربيه السعوديه بتلاعب بيه دول الخليج. تمام. اللي جد المره دي بس ان محمد بن سلمان، ولي العهد محمد بن سلمان، فاهم الحته دي وتعامل معاها بجديه، واختار توقيت اكثر من مثالي في وجود قطبين جديدين، الصين وروسيا. روسيا اللي بتبحث عن مجد زائل اللي هو مجد الاتحاد السوفيتي، والصين اللي شايفه ان هي على 2049 نحن القوى العظمى في العالم رقم 1، وهم ماشيين بخطى ثابته جدا. واشك ان حد يقدر يتصدى للصين، لكن لا يتم الاستهانه بالولايات المتحده الامريكيه تحت اي حال من الاحوال. ده بس. النديه امبارح في اللقاء عجبتني لافتقادنا في الدول العربيه وفي دولنا الاسلاميه شيء من هذا القبيل. ده واحده. واتمنى كل الخير والسلامه لكافه المسلمين وكافه الدول العربيه. اقول قولي هذا، السلام عليكم.